وصلنا. نحن في ربع النهائي، وهذا أول لقاء كبير بين فرنسا والمغرب. هل المغرب قوي إلى هذا الحد؟ وهل على فرنسا أن تخشى هذا المنتخب؟ هذا ما سنجيب عنه اليوم. بالتأكيد لدينا الكثير من الحجج. كيف حالك يا توماس؟ متعب قليلا، لكني متحمس جدا لهذا اللقاء. هذه البطولة تمر بسرعة، كأننا كنا بالأمس في دور ال16 والآن نتحدث عن الأرباع. هذا اللقاء كنا نتوقعه مع باراغواي وكندا. قلنا سيكون هناك فرنسا مقابل المغرب، وها هو ثأر 2022. يا له من لقاء! ثأر 2022، أنت محق. سنخصص هذا الفيديو بالكامل لمنتخب المغرب. سنقدم توقعاتنا في فيديو آخر صباح الأربعاء. والآن إذا كانت لديكم إضافات فضعوها في التعليقات. هذا المنتخب المغربي يا توماس لم يهزم منذ 33 مباراة. إنها أطول سلسلة دون هزيمة حاليا. آخر خسارة له كانت أمام جنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2024. مسيرة طويلة جدا. هذا مجنون، وأخبرني، أليس رقما قياسيا؟ لا، ليس قياسيا. الأرجنتين مثلا وصلت إلى 42 مباراة دون هزيمة. وصلت إلى ما هو أبعد من ذلك. حسنا، المنتخب المغربي لم يبلغ هذا المستوى في تصنيف الفيفا من قبل. فرنسا الأولى والمغرب السادس. وكذلك لم يسبق لمنتخب أفريقي أن دخل قائمة أفضل 5 أو 6. لا، إنها المرة الأولى. وانظر إلى التطور خلال ال6 سنوات الأخيرة. عمل المنتخب المغربي بجد كبير. منذ مونديال 2022 قفز من المركز 23 إلى المركز السادس أو السابع. هذا رائع. وربما لم ينتهي بعد. حين نرى الشباب أبطال العالم، الجيل القادم سيدفع أكثر. المراكز ال4 أو ال3 الأولى باتت ممكنة للمغرب. المغرب يسعى إلى لقب العالم هذا العام. هم في ربع النهائي، ومن بلغ هذا الدور يجب أن يحلم باللقب، خاصة بعد نصف نهائي 2022. لكن هدفهم الحقيقي هو 2030. أتفق، سيكون لديهم جيل مميز. حكيمي يستطيع اللعب في البطولة القادمة، وكذلك إبراهيم دياز سيكون ذلك رهيبا. الأينوي وبوهدي أيضا سنتحدث عنهم لاحقا. هذا المنتخب غير مستواه بعد مونديال 2022. أقصى إسبانيا لويس إنريكي، والبرتغال كريستيانو رونالدو. وسنتحدث عن نصف النهائي بين فرنسا والمغرب، لأن ثمة ثأرا حقيقيا. هل هذا عامل إيجابي للمغرب؟ سنرى في هذه البطولة. المغرب يفرض نفسه. إنه فريق يحب الاستحواذ. انظر إلى بيانات أوبتا. يريدون الكرة مثل فرنسا تماما. ينجزون تمريرات أكثر من البلوز، وعرضيات أكثر، ومراوغات مماثلة بنسبة نجاح أقل قليلا. الإحصائيات متشابهة جدا بين الفريقين، كأنهما أخوان يلتقيان. نعم، هذا ما أشعر به. فريقان يحبان الاستحواذ على الكرة. ستكون مباراة مثيرة. لا أعرف من يملك الأفضلية، لكن المنتخب المغربي يبهرني. يحبون الكرة ويستغلون المساحات. وهناك مباراة واحدة فقط كان فيها الاستحواذ أقل من الخصم أمام البرازيل بنسبة 48%. الاستحواذ ليس ضمانة الفوز. رأينا ذلك مع إسبانيا والبرتغال. ما يستوقفني في مباراة المغرب والبرازيل هو الربع الساعة الأول، حين أذهل الجميع بهيمنة كاملة على البرازيل. كان المغرب يتحكم في المباراة تماما، ورأينا الشيء ذاته أمام النرويج. هذا المنتخب يصنع فرصا كثيرة ويخترق منطقة الجزاء، لكنه أيضا يفضي بعض الفرص للخصم. سنتحدث عن النقاط الضعيفة، غير أن أسلوب اللعب واضح. حين عرضت عليك الإحصائيات لفت انتباهك شيء على الفور. قلت الكتلة متماسكة والمسافات بين الخطوط ضيقة، وحين أقارنهم بالبرازيل أو البرتغال أدركت أن المغرب يتفوق تكتيكيا على كثير من الكبار. هنا يتجلى تقدمهم الحقيقي.
أنا شخصياً أرى أن مباراة المغرب المرجعية هي أمام هولندا، 70% استحواذاً، 11 تسديدات، 5 منها على المرمى. أما هولندا فسددت 2 فقط، نفس مخطط اللعب، يميلون نحو جانب حكيمي وإبراهيم دياز. طبيعي. سنعود لهذا. سعيد البري يوفر العمق في الجانب الآخر، لكن الأبرز هو سجل المغرب أمام المنتخبات الأوروبية. تعادل مع إسبانيا والبرتغال في 22، خسر أمام فرنسا وهزم اسكتلندا 3-0، وتعادل مع هولندا. وصمد أمام البرازيل. يصل بثقة كبيرة وعزيمة قوية. سينظرون إلينا بلا تردد. الفارق الحقيقي بين هذا المغرب فرنسا ونسخة 22 هو أن بلوغ نصف النهائي كان إنجازاً آنذاك، أما اليوم فأصبح شيئاً مألوفاً لديهم، لم يعد غاية بحد ذاتها، وهذا فرق جوهري في طريقة مقاربتهم للمباراة. القوة الذهنية. وابي يجسد هذا المغرب الجديد، المغرب الذي يقول: حسناً يا رفاق، وصلنا لنصف النهائي لكني لم أكن هناك ولم نفز. شاركتم في الكأس والنتيجة بينه وبيني. أنا أرى أن الأمر يتعلق بمسيرة البطولات السابقة لا بمرحلة الإعداد. ثم يأتي ويقول: أنا فزت مع الأقل من 20 سنة وبعضهم معي الآن، فسنفوز هنا أيضاً. لا خوف على المغرب، وثمة قوى تكتيكية أخرى، منها استعادة الكرة في الثلث الأخير لمجموعة وليد ركراكي خلال كأس أفريقيا 2025 التي تابعناها. الضغط العالي في 40 متراً الأخيرة، ومن 52 كرة مستعادة أحرز هدف واحد فقط. لكن مغرب الكأس ليس مغرب المونديال، ومن ثم صحيح، لا يسجل كثيراً، هدف واحد أكثر من الفرنسيين، لكن ثمة نقاط قوة وضعف. فالمغرب يمنح فرصاً كثيرة داخل منطقة الجزاء. الشيء الذي يقلقني حقا هو الشوط الأول أمام كندا. لا أعلم إن كان ذلك شعورا بالتفوق أم لا، لكنه زرع في الشك رغم أن النتيجة كانت كما توقعت، فإن طبيعة المباراة هي ما أزعجني. لا أعرف إن كان ذلك بسبب ضعف كندا أم لأنها تكتيكيا وجدت ثغرة في المغرب. هذا يقلقني، لأنه إذا أربكت كندا المغرب 40 دقيقة فماذا ستفعل فرنسا؟ لن تكون النتيجة 0-0 في الاستراحة، وقد تجد نفسك خلف بهدفين. النقطة التي تثيرها هي بدايات المباريات، كما حدث مرتين أمام هايتي حين تأخر المغرب في الدقيقة 10. ونرى هنا باللون الأحمر فرص هايتي، والهدف هنا كان عن طريق المرمى الخطأ. كثير من الفرص أمام هايتي. صحيح، لا يوجد فريق ضعيف بعد اليوم، أما الآن في دور الثمانية تمنحون نفس الفرص في منطقة الجزاء من البداية أمام كندا. أليسوا أفضل أمام الكبار كالبرازيل وهولندا؟ ممكن حين يواجهون هايتي أو كندا ومنتخبات تبدو ضعيفة، أليس هناك نوع من الاسترخاء؟ ممكن. أنا عندي قاسم مشترك، وهناك عنصر واحد. هناك لاعب كان حاضراً في المباراتين، هو هلال، حاضر في المرتين اللتين عانى فيهما المغرب. فالسؤال: هل سيعود رياض ليرافق عيسى ديوب؟ هذا تساؤل حقيقي. يبدو أن رياض عاد لمرافقة ديوب، وإلا هل يمكن لوهبي أن يحرك مزراوي إلى الدفاع المركزي مع ديوب ومتز صلاح الدين على اليسار؟
هذا الاحتمال الثاني. بحثنا عن نقاط ضعف المغرب فلم نجد الكثير. نحن ندقق، لكن صراحة هذا من أفضل المنتخبات، سواء الأرجنتين أو إسبانيا أجد نقاط ضعف، أما المغرب لا أجد شيئا، حتى الخبرة لم تعد نقطة ضعف، فهم يمتلكونها الآن. هو أفضل منتخب أفريقي، 4 مشاركات و4 انتصارات في الدور النهائي. أتفكر 4 انتصارات بقدر ما حققته كل المنتخبات الأفريقية في تاريخ كأس العالم. لا، ليس هناك، لا أجد نقطة ضعف كبيرة. من الفرص، وكما مع رياض هناك علامة استفهام حول صيباري آدف الفريق الجديد، وإن بقي مصابا فريمي قد يحل محله. هذا اللاعب يقلقني. سأوضح لك، الفريق اتخذه مرجعا أساسيا يستطيع الاندساس بين الخطوط، بين خط وسطنا ودفاعنا المركزي. هو قوي جسمانيا وتقنيا في آن واحد، وقاتل يمكنه أن يسبب لنا مشاكل حقيقية. إن لم يكن موجودا، ولن نعلم ذلك بسرعة، فالمباراة ستكون مختلفة. المهاجم الجديد لبايرن ميونخ بالمناسبة. نعم، يمشي على الماء للأسف. كنا نتمنى خلاف ذلك. أنا وتوما اتفقنا على هذا قبل قليل. أريد بعض المباراة. أفضل أن يكون هناك. لا أريد أن يقولوا إنه منتخب المغرب ب. لا، نريد مواجهة أفضل تشكيلة مغربية، وفي هذه التشكيلة 3 لاعبين يبرزون في خط الوسط: أوناي والعيناوي وبوعدي. إنه مزيج من الرشاقة والقوة مع المدرب وابي الذي أثبت ذكاءه حين أبدل لاعبين أمام هولندا ليدخل الطيبي. كان ذلك مغيرا لمجرى المباراة، وكذلك بوعدي. هل تظن أنهم سيهيمنون علينا في خط الوسط؟ يعتمد ذلك على تشكيلتنا، لكن وسطهم تقني وقوي جدا. أعتقد أن تشواميني لن يعود لهذه المباراة، لهذا سيكون وسط المغرب أفضل. كوني ورابيو أحبهما، لكن أنا لا أحبهما. أنا أحبهما، لكن أمام المغرب أرى ضرورة إدخال دوي. هل نقاتل في الوسط مع دوي أمام هذا الثلاثي، أم نلعب بباركولا لاستغلال العمق خلف حكيمي؟ هم أوافقك، الضغط على حكيمي سيمنعه من الصعود تكتيكيا. هذا مفتاح مهم. دوي أو باركولا سيكونان مفتاحي اللقاء، وسأعطيك مفتاحا آخر يقلقني من جانبنا. دفاعيا تعرضنا لمواقف صعبة وتلقينا أهدافا في لحظات حاسمة. كنا نتقدم 2-0 على السنغال، ثم استقبلنا هدفا في الوقت بدل الضائع، وأمام النرويج تقدمنا 2-0، ثم تعرضنا لضغط واستقبلنا هدفا. انتبه. يشبه المغرب نوعا ما، لكنك محق. أمام السويد فتحنا التسجيل وجاءت فرصة لهم. أمام باراغواي لم يحدث شيء. نحن الآن في ربع نهائي كأس العالم، سيحسم الأمر بتفصيل. رأينا ذلك أمام المكسيك وإنجلترا، ورأيناه مع البرازيل أمام النرويج. لم نعد في مرحلة 3-0 السهلة. المغرب لديه ورقة ليلعبها في لحظات ترددنا. هل يجب على المغرب أن يركز على أطرافنا؟ إذا أردت تحديد نقطة ضعف في منتخب فرنسا، فليست الهجوم ولا الدفاع المركزية، فثنائي أوباميكانو وصليبة ضخم جدا، بل الضعف في الأجنحة. أنت محق، ففي مباراة هولندا والمغرب ضغط حكيمي بشكل كبير وكان عاليا جدا. سجل عدة فرص وتسديدات أصابت العارضة، وكان يجب أن يمرر لصليباري. المغرب ينحاز نحو اليمين، إذن الفرصة الحقيقية هي الضغط على جانبنا الأيمن، أعني جانبنا الأيسر في الدفاع.
نعم، الجانب الأيسر. فرصتنا الحقيقية وسنعود إليها يوم الأربعاء هي الضغط على جانبهم الأيسر وجانبنا الأيمن وعلى اليمين. ديمبلي. عثمان ديمبيلي. إذن هي مباراة كبرى حقا، والفرصة الأخرى للمغرب هي هذه. لدينا أيضا حارس كبير مع لوريس، لكني لا أريد أن نجرب بونو. رأيته في كأس العالم 2022 ولا أريد اختباره. إنه يشبه ديبو مارتينيز، لهما نفس الأسلوب، أسلوب الحراس الكبار. لا نذهب إلى هناك. لا نذهب إلى هناك. أنا موافق، لدينا حارس كبير، لكننا لم نختبره بعد في مباريات دولية حاسمة. بينما هو فعل ذلك. أنت محق، هذه نقطة مهمة. نعم، أنا متوتر لأنه لا بد من قصة تروى، والقصة تبنى في الصعوبات. ربما الاختبار أمام المغرب أفضل من الذهاب إلى ركلات الترجيح، لكن لدينا نقاط ضعف كثيرة في ركلات الترجيح. أعتقد أن منيان أوقف ركلة من كل 3 في مسيرته، هذا مثير للإعجاب، لكني لن أجازف بالذهاب إلى ركلات الترجيح. بونو في الشوط الأول أمام كندا أبدع في تصد رائع. بالنسبة لي يشبه ديبو مارتينيز، وإذا عدنا أكثر في الزمن يشبه فرانشيسكو تولدو. نعم، مع إنتير. مع إيطاليا في نهائي سنة 2000. نعم، 2000. نعم، أفكر في أمر. فرنسا لم تتأخر في النتيجة أبدا في هذه البطولة. لا، ليس بعد. بينما المغرب كان كذلك. نعم، ضد هايتي وهولندا. والتحكم العاطفي للمغرب أمام هولندا كان رائعاً، لم يصب بأي ذعر. فرنسا ستستعين بتجربة مباراة الباراغواي. أما المغرب فمرجعهم الأساسي هو مباراة هولندا، لكني أتساءل كيف تتصرف فرنسا حين تكون متأخرة في النتيجة. ففي 2022 أتساءل إن كان الأمر ذاته. تأخرنا أمام الأرجنتين في النهائي ولم نفز. في 2022 لم نكن متأخرين أمام إنجلترا ولا بولندا ولا المغرب. أمام المغرب لم نكن متأخرين، وفي دور المجموعات حققنا 9 من 9 أو 7 من 9. لا، تأخرنا أمام تونس وخسرنا في الدقيقة الأخيرة. نعم، حسنا. لكنه يحسب. لا يحسب، كانوا متأهلين أصلا. فرصة أخرى تتمثل في إبراهيم دياز الذي يمشي على الماء مع المغرب. كان أفضل لاعب مغربي في الكان رغم ركلة الجزاء الضائعة، ولديه 4 تمريرات حاسمة. سيكون محط اهتمام. في بداية البطولة لم يقنعني، لكنه يتصاعد. غير أنني أعرفه من ريال مدريد، وقد يكون له سقف في المباريات الكبرى. في المواعيد المصيرية قد يتوقف. آمل أن يكذب ذلك. وآخر نقطة، ثقل التاريخ بين الفريقين، وتحديدا نصف نهائي مونديال 2022 سيكون له تأثير حتما. بعضهم يقول لا، لكن بوصفي فرنسيا أؤمن بذلك رغم أن لي جذورا مغربية. نعم، لأن 4 سنوات فقط مضت، وكثير من اللاعبين لا يزالون موجودين. هذه ليست مواجهة من 25 عاما. وكان هناك العارضة المغربية وركلة جزاء محتملة على خطأ تيو إيرنانديز سوية ضد المغرب، فضلا عن خروج روماني سايس مبكرا. المغاربة يعتقدون أنهم كانوا قادرين على الفوز بذلك المونديال، وهم اليوم أيضا يعتقدون أنهم قادرون، واليوم يعتقدون أنهم يستطيعون الفوز بالمونديال. هل تعرف ماذا أقول؟ أنا مقتنع أن المغاربة يرون المباراة أمام فرنسا كأنها النهائي. يقولون إن تخطينا فرنسا صرنا أبطال العالم، لأنهم لن يجدوا بعدها من هو أقوى منها. هكذا أراه. بالنسبة لي فرنسا هي الوحش الكبير. يمكنني أن أعطيك رأيا صادقا ودقيقا. أظن أنك محق. الفائز في هذه المباراة سيصل إلى النهائي، إلا إذا أقصى البرتغال إسبانيا.
لأنني أرى البرتغال قادرا أيضا، لكن هذا نقاش آخر. نعم، عليهم أولا تجاوز إسبانيا، وأظن أن ذلك لن يحدث. هذا نقاش آخر. على كل حال، أعددنا تحليل ما قبل المباراة، وسنقوم بالتحليل المباشر صباحا. سؤالنا اليوم: هل يرى توما أن المغرب قوي إلى هذا الحد؟ نعم، المغرب قوي جدا، وهناك قلق حقيقي. أتمنى ألا نتلقى هدفا أولا، لأنه إن تأخرت فرنسا في النتيجة فستتغير المباراة كليا. هذه مباراة نصف نهائي وقعت في الربع، وستكون صعبة جدا. ومع ذلك أرى أننا سنتأخر في هذه المباراة. لدي فيلمي الخاص العراف يحذرك. سنتأخر في النتيجة. هكذا أرى هذه المباراة. سنحتفظ بتوقعاتنا ليوم الأربعاء. هيا أصدقاء، أخبرونا إن أعجبكم الفيديو. شكرا جزيلا أصدقاء، أرسلنا لكم أحر التحيات. لا تنسوا اللايك، وإلى اللقاء قريبا. وداعا.